اما نيجي بقى على الريسبيراتوري سيستم ونسال يا عم الانهيليشنال بتعملوا ايه بصفه عامه، فقمت قسمتها لك الى الاتي. اول حاجه شغلهم على الريسبيراتوري سنتر، وعلى طول بناخد معاها حاجه اسمها ريسبيراتوري درايف. الايتم التاني المينيت فنتيليشن، وعلى طول بناخد معاها البي اي سي او 2. واخر ايتم في المقارنه اذرز بقى، البرونكيال تون على السيريا على الاير ويف بصفه عامه، هنشوف مع بعض. نبدا باول حاجه الريسبيراتوري سنتر. كلنا عارفين ان سواء اي في انستيك او انهيليشن انستيك او حتى اوبيويد او حتى بعض البنزودازيبين بيعملوا ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. بيروح الريسبيراتوري سنتر الجميل اللي موجود في المظله ويبدا يقول له نام مرتاح ياتيك النجاح. طب ايه اللي هيحصل بقى في حاله زي كده؟ اولا مش كلهم زي بعض في الريسبيراتوري سنتر ديبريشن. ده بتيجي جمله كتير قوي في الام سي كيو، ترتيبهم من ناحيه الديبريشن كان كالاتي: انفلورين اكتر ريسبيراتوري ديبريسنت، وما اقول ريسبيراتوري اقصد السنتر، يليه الديس فلورين، يليه الايزو، يليه الهالوسين رقم 4، يليه السيفو، يليه النيترس. جمله الام سي كيو ممكن تجي لك ازاي؟ اقل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن مع مين؟ مع النيترس. طب النيترس ده مش بنايم بيه لوحده، فانا عايز فولاتايل ايجنت معاه. طب مين اقل واحد فيهم بعد النيترس؟ السيفو. عشان كده الميكس اوف نيترس سيفو رائع جدا. ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، بس دول اخف اتنين. لا تنسى الانفلورين ده جمله خاصه بيه قوي قوي قوي، هكلمك عنه على وجه الخصوص واقول لك له سلبيتين: ماركت ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. في بقى حاجه اسمها ريسبيراتوري درايف. طب ما هو الدرايف اللي هو استجابه الريسبيريشن مع ستيمولس زي الهايبوكسيا او الهايبر كابنيا، ما هي الا استجابه الريسبيراتوري سنتر لهذا الاستيمولس. طب الريسبيراتوري سنتر اخباره ايه دلوقتي؟ لا بعافيه، حصل له ديبريشن. يبقى الريسبيراتوري درايف اللي هي تعبر عن استجابه هذا السنتر لهذا الاستيمولس هي كمان هتقل. اي درايف فيهم، اي درايف، سواء بقى اسمها هايبوكسيك درايف او هايبر كابنيك درايف، السنتر يا عزيزي نايم، مش هيعرف يستجيب لاي من هايبوكسيا او هايبر كابنيك. لما نروح على المينيت فنتيليشن، عملت لك تجميع رائعه. انا بحب التجميعات الفارما، لو ما جمعتهاش مش هتعرف تلمها. المينيت فنتيليشن عباره عن الفوليوم كان بي انسبايرد واكسبايرد في الدقيقه الواحده. نجيبها ازاي؟ نشوف الفوليوم كان بي تيكن في الوان سايكل ونضربها في الريسبيراتوري ريت اللي هو عدد السايكل اوف ريسبيريشن في الدقيقه الواحده. فلو قلنا ان انا باخد في النفس الواحد 500، كلمه اخد يعني اعمل ان واكس 500 في السايكل الواحده. عندي كام سايكل؟ حوالي 12. تضربهم الاثنين في بعض يطلع لك حوالي 6 لتر بير مينيت. ده النورمال. اما تاثير كل من الانهيليشن والاوبيويد والاي في فهو الاتي: كلهم هينقصوا مينيت فنتيليشن. المينيت فنتيليشن بيقل زي ما انت شايف. خلينا في موضوع حلقتنا اللي هو الانهيليشن. لاحظنا حاجه، ان الانهيليشن والاوبيويد بيروحوا يلعبوا بزياده على واحد وبالنقص على التاني. اقصد مين واحد والتاني؟ تقدر ريسبيراتوري ريت بجد. بس دايما النقص اكتر، فيبقى النت ريزلت ناحيه النقص. يعني مينيت فنتيليشن هينقص كده كده. اديني مثال: الانهيليشنال تروح تنقص التايدال فوليوم زي ما انت شايف، لكنها تعمل ستيميوليشن للريسبيراتوري ريت، بس النقص في التايدال فوليوم كان 2 ماينس، اما الريسبيراتوري ريت كان 1 بلس، فيبقى المحصله ماينس مينيت فنتيليشن. لو العين بتاعك كان سبونتينس بريسنج وكان ماشي طول العمليه على انهيليشنال، هتلاحظ ان الار ار عالي فهو عنده رابيد بريسنج، لكن تايدال فوليوم قليل فهو شالو بريسنج، فبنقول عليه عنده رابيد شالو بريسنج. نيجي عند الاوبيويد، هتلاقيها ان هي راحت زودت التايدال فوليوم لكن نقصت الار ار اكتر واكتر، فالاند ريزلت بتنقص المينيت فنتيليشن. طيب افرض جات لي جمله ام سي كيو انا مش فاكر، قول لي طريقه يا دكتور تساعدني ان انا افتكر مين كان بينقص مين اكتر. خلينا نركز على النقص، سيبك من حته البلاس اللي بتحصل دي. قمت عملت لك طريقه جامده جدا: الفولوتايل ايجنت بتنقص التايدال فوليوم الفي مع الفي. العيان بتاع الفولوتايل بيبقى عنده رابيد شالو بريسنج. الاوبيويد هقول لك عنها كلمه من دلوقتي تعرفها: الاوبيويد بتخلي الريت بتاع العيان هادي، بتهدي العيان. شفت عيان واخد مورفين بيضرب مورفين، ما عيان اهوت ادكت، بتلاقيه هادي ولا سريع؟ الريت عنده هادي. العيان اللي بياخد اوبيويد الهارت ريت عنده هادي يعني قليل، الار ار عنده برضه قليل، فافتكرها كده العيان بتاع الاوبيويد هادي، الريت عنده هادي، الريت عنده قليل، سواء هارت ريت او ريسبيراتوري ريت. تمام. اما الاي في بقى حاجه زي الاوبيويد، حاجه زي السايوبنتال، بينقص التايدا فوليوم وينقص الار ار، فكده مريحنا والله العظيم، فبينقص المينيت فنتيليشن. اكتر اي في هنشوفه في الموضوع الجاي ان شاء الله بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن وينقص المينيت فنتيليشن جامد جدا هو البروبوفول.
يعني الخلاصه بتاع الانهيليشن انستي بتعمل رابيد شالو بريسنج، لما تيجي تنقص الفي التايد فوليوم اكتر من الزياده اللي ممكن تحصل في الار ار. بما ان المينت فنتيليشن هيقل وريسبيراتوري سنتر حصل فيه ديبريشن، تتوقع ايه اللي هيحصل في البي سي او 2؟ طبعا هيزيد، هيحصل هايبر كابنيا لو افترضنا ان عينك ده على سبونتينيوس بريسنج. اما طول ما هو على كنترول فنتيليشن خلاص تمام. نيجي بقى عند خانه اذرز ونبدا نرتبهم بقى: نيترس، هالوسان، ايزو، سيفو، ان، فلورين، ديسفلورين. عملت لك قاعده جميله قوي هنا، قلت لك كلهم بفضل الله برونكو دايليتور ما عدا النيترس. ده بدايه الكلام، حلو قوي، يعني اقدر استخدمهم واعتمد عليهم في موضوع برونكو الازمه ما عدا مين؟ النيترس. ده دايما واخد جنب لوحده. هبدا اعمل لك كومنت على كل واحد منهم. اللي ملوش كومنت زي النيترس والانفلورين هتلاقي علامه الشرطه دي موجوده كده. اما اللي له كومنت فبكتب لك جنبه عندي كام كومنت عايز اقول لك عليه. بص عمنا الهالوسان خد لقب احسن واحد يعمل برونكو دايليتيشن، كلهم بيعملوا بس ده ذا موست بوتنت. فزي ما انت شايف في الرسمه كده بيوسع البرونكيال وول وديامتر ويقلل التون. كل ده صح في الام سي كيو، يقلل التون هي يزود الديامتر هي يعمل دايليتيشن. لكن عنده عيب ابن لذينه، الا وهو ان بيروح على السيليا الحلوه الزرقاء دي ويبدا يعمل ديبريشن للفانكشن بتاعتها، ينقص الموفمنت، وبالتالي السكريشن مش هنعرف نطردها، فبيحصل سكريشن ريتنشن. حاجه حلوه وحاجه وحشه. شوف التالتة، في علاج البرونكال ازمه انا ممكن استخدم امينوفيلين. قالوا لا ما احبش استخدمه مع الهالوسان. اشمعنى؟ كلاهما يروح على الهارت ويعمل بريديسبوزنج للاريزميا او بيساعد حدوث الاريزميا اكتر، بيعمل سنسيتيزيشن للمايوكارديوم للكاتوكلامين، وبالتالي ما بحبش اعمل الميكس ده. يبقى انت كنت احسن واحد برونكو دايليتور، لكن مش معنى كده ان انت احسن واحد في برونكو الازمه. هتقول ما هي لا، ممكن يكون احسن واحد لكن مش امن واحد. از ابوتنسي انت الاقوى، لكن از بريفرنس مين الافضل؟ اروح ادور على حاجه سيف زي السيفو. خليك وايز انف، ما تنخدعش بقوه الايجنت بتاعك لانه ممكن يعمل لك مشكله على سيستم تاني ميبقاش امان قوي. فاختار ايجنت تاني أأمن منه حتى لو كان مش بنفس البوتنسي بتاعته. فهمت قصدي؟ حلو. الايزو 4 معلومات هو والديسفلورين كلهم بيجوا من ناحيه ان هم ايريتانت الاير واي. ففعلا في برونكو الازمه هو برونكو دايليتور، لكن ممكن يعمل لك اريتيشن الاير واي. اي ايريتانت بنحط ديباجه كده، ممكن العيان من كتر الاريتيشن يعمل بريس هولدنج وكافنج. لقينا في حاجه وحشه كمان انه بيزود السكريشن. الديسفلورين ياخد نفس الاربعه، ايريتانت اير واي وبريس هولدنج وكاف وزود سكريشن. عمنا السيفو ده الرايق ده الجميل، ده احسن واحد فيهم كلهم. ذا موست سيف فور برونكال ازمه، احسن واحد وكان اقل واحد ديبريسنت على ريسبيرتوري سنتر في عيله الفولوتايل، وبالتالي ممتاز جدا. حلو جدا.